وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. واحد هاد الايامات قال الوالد ديالو، قال له الوالد خصك تعاون معايا نزوج وكذا، قال له ابني الحديث قال من لم يستطع فعليه بالصوم. قال له علاش ما صمتيش وتخلينا هانيين كاملين؟ انت ضربتيها بتزويجك وتقول لي عليكم بالصوم، انت صمتي انت حنا بخير كاع ما نجيو اصلا. وشوف شنو يقلب له، انا تزوج الراجل تعاون معاه انت مخبى على الفلوس، لا باقي الفلوس محمد الخامس اللي كديك 5 دراهم قد هيدا وما يبغيش يزوج ابنه. وواحد قال له ابا خصك تزوجني، قال له ابني اذا بقات الازمه هيدا يماك وغنطلقها. واش نطيب على الحساب ديالها وتجبد الربح. وشوف اخر بخيل، لا ابنك اذا قال لك زوجني دابا عندك الفلوس نوض زوج وتعاون معاه وقول له سكينه صلحه وبيض وكذا. علاش؟ زمن الفتن دابا، فهمتي؟ الزمن ديال الفتن هذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أغض، وباش يغض البصر؟ غض البصر يكون أن الزوج يتزين لزوجته وهو كذلك. هذا الأمر هذا ما كيهضروا عليه دروس، ما كيهضروا عليه المشايخ ديالنا ولا الفقهاء ولا عندنا عيب وحرام ما نهضروش عليه. أن يقول للزوجة بأن ينبغي للزوجة أن تتزين لزوجها، ويقول للزوج ينبغي للزوج أن يتزين لزوجته. هذه احنا ما عندناش. وعندنا حتى الثقافه ديالنا دابا، حنا البلاد دابا اللي كنعيشوا حنا الاعراب او قل في المغرب حكارين على النساء. الوالدين ديالنا تعذبوا الحقره والتعذب كان الا من رحم الله، شي واحد مصايصات وصافي ما قدرش. اما الوالدين ديالنا، الوالدين نسى هذاك الوالدات ديالنا حنا الامهات كلاو الدار الى يومنا هذا. سقسي يما تقول لها كيفاش كازوا لي، اقول لك كيفاش تعذبنا مع باك وكان عصبي وكذا الا اذا كان شي واحد مسكين مدرويش من عند الله هكذا طبيعه مفورماطي من الاول بانه درويش. اما الاغلبيه كانوا يسيئون الى المراه، وهذا الشيء هذا باقي لابد فينا لدابا. اخر يقول للمراه البس عليك وكذا في الدار وغادي تسكسف وهو ما يلبسش. وقلت له شحال مره اخر يجلس في الشارع ويبقى يشوف الزنقه. علاش كتشوف الزنقه وانت يلاه مزوج؟ لان المراه ما كتلبسش فيها حتى هي مرطه. لا الراجل يلاه زوجته عام عامين 10 سنين. هذه عباده. التزين للزوج هذه قربه لادخال السرور عليه وباش ما يشوفش في الزنقه. احنا رجع نشي لا، احنا عندنا المراه في الدار راهي مريشه. خاي احمد الميكانيكو في الدار يدخل للدار يقول دخل عند قويدر الشعر ديالها مريش والريحه البصار ولابسه حكا ب 40 درهم فيه يخيم طابع. ماشي يصيبوا شي حاجه جديده، شي بيجامه مزيونه. لا قال لك هذا عاد الدار. وكيف زعما عاد الدار؟ هذا اللي ماشي لوحه شجره كرسي بنادم. خصك تشوفك باللباس مزيان وهو كذلك عاود يلبس. لا ويلو وليد يقول لك لا ما كتلبسليش. وهذا الشيء انا كنقولها شحال من مره. واش اخر عباد الله مزوج في الدار ديالو هذا هو عنده الراس مارسيلو هنا وما يقول له فرحان يقول لك هذا الشعر ضد خلق زعما من خلق ما حسنه غيشارك به في المونديال. نوض منتو نوض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يفوتش 40 يوم هو عنده 40 عام هنا. وهادشي امور كثيره نوض سكسف وكذا وهذه. واش فهمتي؟ وشحال واحد يقول لك المراه ما كديرش فيا وكذا وكاين مشاكل. شحال وحده خصها تبوس الراجل ديالها وما قدراش. علاش؟ موسوس. يقول لك عرفت تبوس هاد المسخوط هذه موزات وانت يبوسك واحده ما يبوسك شي واحده. ما تبوسوش. يقول المراه ديالي ما كتبوسش. تبوسو يبدا يقول كتعرف واش غنعملو معاك انت؟ او نجبر الشلاغ فوق دوك مقدر من ضربه مين غيبوسك انت يا صاحبي؟ ما انت عندك الكرسي فوق دوك ماشي سكسيف وهذه وضرب وشليك خفافين وهذه ومسائل وكل تخليد الخوف. انت بنادم بدا جاي يبوسك يكون في بريت باس. هادشي عادي هادشي عادي هذا. وشحال واحد كتجبرو الزوج وماشي بديك الملابس الداخليه اللي كتعدو ما كان في الداخلي كيقرا ولا ما كان كيكوز 16 فوق النطره. ليه ما جيب هذا الشرط مهري والكومه ديالو مطيحه؟ ماشي به للدار الزواج ماشي به هكذا. واش فهمتي؟ ولا عرفوا ديك البويا د العسكر ولا ما عرفتهاش ولا انت البس. خصوصا دابا اللباس ديال الرجال كثار وديال النساء الالوان وكذا حميمار وهذه وسكسيف وكيلبس حتى انت وهذيك وحلاق واش وكرونيه ودوش. لأن ابن عباس شنو قال؟ أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. قال أنا كنت تزين للزوجة ديالي كيما كنبغي هي تزين لي. واش فهمت؟ لا هو علاش عنده الثقافة تفرعن المغاربة مفرعن. المرأة نعمل اللي بغيت أنا ولكن أنا ما نعملهاش اللي بغات هي. لا أنت تزين لها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا القرآن. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. انك تتزين تقول لك كلام مزيان وكذا وهذه والحبيبه ديالي. احنا ما عندناش هذا الشيء. احنا لا نقول انا كنبغيك. الرسول صلى الله عليه وسلم عائشه سئل
الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. عائشة رضي الله عنها. قال عائشة، ما قالش المرأة. شحال من الإخوان دابا كتسقسي: يلاه حضرنا العرس ديالو، كنقول له: فين؟ كيقول لك: عندي العوال في الطوموبيل. مزوج بالقنية، دركتي دابا العوال. قول الزوجة ديالي. شحال واحد ما باغيش يقول الاسم ديالها، غير يا التدين يا السني. قال لك: لا ما تقولش. واحد مرة فين وجه واحد العيال قال: قول خالته. لا ذكر الاسم مثلا، نقول له: خالته لبنى. قال له: ما تقولش. يقول: خالته صاد، ما يذكرش الاسم ديالها. دابا اذا ذكرت الاسم د مراتي غتاكلوها مثلا. احنا واحد الراحل قال: كنباركوا الاخ عصام الزوجه، وذكر الاسم في واحد العرس مثلا ونذكروا الاسم، كنباركوا الاخ عصام او الاخ محمد والزوجه ديالو منى. واحد قال: لا ما خصوش يذكر وكذا. كيف ما خصوش يذكر؟ هذا عائشه اللي كنعرفوا حنا وخديجه مرات الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف على هذين كيفاش عامل جايبين هاد الناس. وكنعرفوا بنات الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمه، ونعرفوا مرات الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونه. فالحياة كاين المطاع ديالو. فلهذا كثير من الناس يقول لك ما يعترفش بالحب ديالو للزوجه ديالو، يقول: لا انا احبك، انا كنبغيك، انا كنبغيك، احب الزوجه ديالي. وحتى اذا قلتيها لهم في الدار ديالكم يماك شحال تقول: ابني مسكين عطاتو شي ودنين هذا الحمار ياكلها، كيقول لها كنبغيك قدامي. رجعنا بان باش تقول المراه ديالك كنبغيك، اوه يعني انت ساحرين لك، ولا كنضحكوا انت وياه وجايبينها بخير ولا لا. لا ابدا، هذه عندنا لا. فلهذا باش كيدوم الزواج والزواج المبارك، وهذا الشيء هذا من الدين. هذه شهوه خلقها فيك الله، انك تدخل وتشوف المراه ديالك متزينه ومعدله. لا، حنا نتزينوا تيكونوا ماشيين للعرس. ولهذا واحد جا عند المراه ديالو قال لها: كنعطي العرس العائله الفلانيه، العائله كبيره وكيكون العراسات ديالو مايا ناضت وكحلت وتزينت هكا مكياج وهكا شي شوار وسيكادور وعدلت وسكسفت كلشي ولبست. قالت له: صافي نمشيو. قال لها: جلس الغارطي. جلست. قال لها: والله ما كاينش شي عرس، بغيت عاد نشوفك هيدا نتبرع مع راسك. صافي ما كاينش العرس. علاش ما نعملش داك الشيء ديالي انا؟ علاش ما تكحل شي وتعدل لي انا؟ ما نستاهلش ولا انا قايل معلق في الحال كنبيض واحد نجار واحد في الطاكسي قايل، ما نشوفش انا؟ والمخاطبه والكلمه الطيبه للزوج ديالها، هذا تا الكلام اللين بالزوجه ما بقاتش ديك الانوثه. جيب الروز والزيت وكوز جيب البوطه. هذه المراه كذا علاش اخي؟ مالك متشرمله؟ هذا ما يستاهلش تقول له: الحبيب ديالي يجيب الروز، الكبيده ديالي. ما تقولهاش انت الزوج ديالك. ولهذا كتجبر الراجل اذا مشى شي واحد يقرا هذا الكلام صافي اول راه كيسمع. قلت له مقطع اخر، قلت له بان واحد في برشلونه صلى قدامي في الجامع صلى، وحنا ساجدين وصلنا له التليفون، وفي عطيتك على البوطون يقطع، هو تكا على اوكي وخدم ديك البوق. حنا ساجدين وكنسمع المراه ديالو كنقول له: حميد رد عليا يا حميد. قلت له: نوض حميد العصر مشاهد. على صوت عندها وكيفاش تسمع، علاش سعداني. قلت له: عندك حالي ما تخليهاش طيبه صاحبي. قول لها عيط لها: حميد ما تبقيش شغل ما تجفف ما والو. فلهذا الانسان يحاول انه يحسن الى الزوجه ديالو، وهو تا هو يقول لها كلام طيب ويمدحها، ويجي عند النسيبه ديالو يقول لها: نسيبه ارا نبوس ديك الراس، ولدتي هذه البنت هذه عطيتيها لي وهذه النعمه، ويكبر بها. وشمت. ولهذا الزوج هو خصو يكون ذكي. اجي عند المراه ديالك قول لها: والله الا انا فرحان، قول لها: فرحان بك تزوجت بك، والله عمرها سلعه وكذا وهذه، وسكوت واحد الدقيقه. قول لها: بغيت تجيب واحد كاس ديال هادشي مني بيره، والله كثر تجيب لك، علاش دابا عاد مدحتيها ما تقدرش تجيب واحد كاس. قول لك: انا ما فيا، وخصوصا ملي كيكون بيت الناس بعيد على الكوزينه والبرد وكذا. فمدحها دائما، قول لها الكلام، لان طريقه المراه كيعجبها المدح. وخصوصا انا نصور عباد الله المراه قياله توجد وما ينزل له يقول لها: هذا الدجاج مالح كولا صاحبي تا الاخر. قول له: والله الا غزال هذا الطياب وكذا. طيبت لك العدس. قول لها: لا طيب هذا العدس هذه ولا الكرامه هذا الشيء واعر. وقول لها: راه نبوس لك اليد. حنا عندنا عيب، انا تشبر اليد المراه ديالك وجدت لك الكامله وهذه ونزلت الشلاضه وكلشي معوط وهذه، قلت لي وغاد نزلوا ناكلوا وعطيتي واحد العطه. قول لها: راه نبوس لك اليد اللي وجد هذه الماكله هذه. وشمت. واغتنم الفرصه قبل ما يجيو ياجوج وماجوج الاولاد. اذا جاو العواود صافي تقول له: كنبغيك. يقول له: شكون نقول؟ وشمتي هذيك الساعه تقعد تلقى على الويفي ما كاينش. اذا جاو العواود، وخصوصا العواود اليوم، كنقولها لواحد الاخ، كنقول له: شحال هذه اخر كان 13 عام وبدا يكبروا له الشلاوه وكينعسوه معاهم في البيت الوالدين. شحال هذه هو مصارمط دابا 6 شهور، او دابا العيد انا عستيه معك عام
عنده عام وعامين الخبر ديالك يصبح غدا في الحضانه بالتفصيل. هذا اللي قال له، هذا اللي قالت له، هذا فلهذا اللي عنده شي عواول البيت الاولي لا البيت الثاني، يعني ماشي على الحيط بيناتكم، يكون بيت بيناتكم. العود اليوم تكينات وكيسالوا شي اسئله. انا ماريا ديالي قالت لي شكون كيعطينا الفلوس؟ قلت لها والله